بيان إلى الرأي العام. في 16 من آذار تمر الذكرى السنوية ال35 عاما لمجزرة مدينة حلبشة، والتي قصفت بالأسلحة الكيماوية الخانقة والحارقة في 16 آذار عام 1988، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 5000 مواطن من الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ، وجرح أكثر من 10,000 شخص داخل هذه المدينة، وتشريد جميع أهلها إلى المناطق الحدودية. وما زالت هذه الجريمة المرعبة تشد جرح عميق في وجدان تاريخ الشرق الأوسط بحجم الظلام والاضطهاد الذي تعرض له الشعب الكردي على يد الأنظمة الدكتاتورية والرأسمالية التي هدفها الوحيد هو القضاء على الشعب الكردي وعلى هويته، وأيضا على جميع الشعوب المطالبة للحرية. وما تزال أيضا دولة الفاشية التركية تستمر حتى يومنا هذا باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا على مناطق الدفاع المشروع للقضاء هذه الجريمة الوحشية وكل الجرائم المرتكبة بحق الشعوب واستخدام الأسلحة الكيماوية. ونطلب أن تكون هذه المسائل دافعاً لتطوير وتعزيز الشعوب الحرة في جميع المجالات وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء، والعمل على توحيد الشعوب في مواجهة التحديات الصعبة وفي الظل الدقيق التي تمر به مناطق شمال وشرق سوريا والعالم، وفي الوقت الذي تجد فيه الدعوة للمجتمع الدولي واعتبار 6 من آذار هو يوما عالميا لمكافحة الأسلحة الكيماوية ومنع استخدامها. ومن هنا بأننا نحث شعبنا الكردي والجميع الشعوب لأخذ العبرة من التاريخ وجعل هذه الذكرى الأليمة حافزا لرصد الصفوف في مواجهة جميع التحديات والصعوبات والحفاظ على مكتسبات المتحققة والجهود والإسراع في إنهاء الانقسام. المجد والخلود لشهداء مجزرة حلبشة ولجميع الشهداء. الخزي والعار للمجرمين على استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. مجلس شباب الرقة حرر بتاريخ 16/3/2023 مع تحياتنا الثورية والنضالية. بالروح بالدم نفديك يا شهيد.